لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. عاش الفيلسوف بتاع حتب في عهد الملك جيدكا را إسيسي، وهو أحد ملوك الأسرة الخامسة، ويعد بتاع حتب واحد من أكبر الحكماء في التاريخ الإنساني كله. سنعرض لكتاباته في وقت لاحق إن شاء الله، إنما النهاردة هنتكلم عن مقبرته. تقع مقبرة بتاع حتب شمال غرب هرم زوسر المدرج في سقارة، وهي تعتبر مصطبة مربعة الشكل، تحتوي على بابين وهميين تم إعدادهما لكي تمر منهما الروح عندما يحين موعد البعث. تغطي جدران المقبرة نقوش شديدة الجمال تؤكد على مدى تقدم الفن في مصر القديمة. لا تزال أغلب ألوان هذه المقبرة زاهية حتى اليوم ومحتفظة برونقها. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.